إن فتنة كأس العالم وكرة القدم غدت اليوم من أعظم الوسائل المعاصرة هدما وفتكا وتجهيلا وتضليلا وتغفيلا وفتنة وفرقة. إنها الحرب الباردة والمؤامرة الماكرة والسم اللذيذ والحية الناعمة. إنها سلاح الأعداء الألداء للفتك بأهل الإسلام وتجهيلهم وتضليلهم وتغفيلهم حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا قرآن ولا حكمة ولا إيمان ولا توحيد. إنها الفتنة التي عمت القاع والبقاع، والفتن إذا عمت أعمت. إنها المعسول اللذيذ والخطة الماكرة التي تروج عبر الوسائل الحاضرة من قبل أمتي الغضب والضلال المعادون لله وملائكته وكتبه ورسله والمعادون لأولياء الله. ألا فاعلموا رحمكم الله قبل بيان أضرارها وأخطارها أن الرياضة إذا كان يراد بها التقوي على طاعة الله، يقصد بالرياضة التقوي على طاعة الله والجهاد والكر والفر وزوال الأمراض الحالية أو المستقبلة كالركوب على الخيل والاستباق وقراع الأسنة والرمي بالنشاب والسباحة والمصارعة، فقد جوز هذا جمهور أهل العلم شريطة ألا تكون سببا في ضياع واجب وألا يكون فيها مضرة، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام النسائي والطبراني وأبو نعيم من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير رضي الله عنهما وفي الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو ولهو أو سهو إلا 4 خصال: مشي الرجل بين الغرضين، أي يصلح الغرض للرماية، مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله أي عبادة، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة أو قال والسباحة، فهذه يؤجر عليها وهي مباحات. لكن رياضة اليوم وكرة اليوم ولعب اليوم خرج من طور اللعب والرياضة إلى طور التلاعب والسياسة والمؤامرة والكيد والمكر والصد والصيد والمحظورات والمحرمات والمنهيات والمفاسد والمنكرات. وأسوق لكم بعضا منها في بيان خطر هذه الفتنة التي عمت فأعمت. فمن مفاسد كأس العالم وكرة القدم، من مفاسدها وأضرارها وآثارها وأخطارها أنها عطلت حكمة العبودية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فتحول مفهوم الناس في واقعهم كأن الله خلقهم لقوله على حالهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون، لشدة إقدامهم كأنهم فهموا من النص هذا: فإذا فرغت فانصب، وهم فإذا فرغت فالعب، وإلى ربك فارغب، وهم إلى الكأس والمباريات أرغب. وهكذا من مفاسدها وأضرارها وآثارها وأخطارها أنها عطلت مقاما من أعظم مقامات التوحيد، وهو عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض في الله. فإننا مأمورون بمحبة أولياء الرحمن وبغض أعداء الله وأولياء الشيطان، نهينا عن مودتهم ومحبتهم واتخاذ بطانة منهم من اليهود والنصارى والمشركين، لأنهم حادوا الله ورسوله وكفروا بالله وبرسوله، ولأنهم اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. أفيحب وينصر عباد الصلبان
وأعداء الإسلام والإيمان والإحسان والأديان أفيحب ويصافى ويثنى على من هم رواد التهود والتنصر والنيران والكفر والشرك والعصيان؟ أفيحب وينصر ويوالى من انسلخوا من كل خير وفضيلة وواقعوا كل شر وانحلال ودياثة وتفسخ وحرام ورذيلة؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فيتبرأ من أصله وفرعه. إن حاد الله فكيف يحب من ليس له به أصل ولا صلة ولا فرع؟ يا عباد الله كيف يحب ويعظم من هذا شأنه؟ كيف يحب ويعظم قوم غضب الله عليهم ولعنهم ونعتهم بأنهم شر الدواب وشر البرية؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كما قال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يكون قلب المسلم خاليا من بغض أعداء الله، لا يجوز أن يكون قلب المسلم خاليا من بغض أعداء الله ومن مفاسدها وأضرارها وآثارها وأخطارها. أن هذه الفتنة فتنة كأس العالم وكرة القدم دعت إلى التشبه بمن لا خلق لهم، وقد دعينا إلى مخالفتهم في الأقوال والأعمال. فكيف نتشبه بهم؟ فقد تشبه بهم كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، تشبهوا بهم في ملابسهم ولعبهم وحياتهم ورقصهم وحركاتهم، حتى إذا هدف المهدف من أبناء الإسلام صنع كصنيعهم، يقبل الأرض ولربما ضرب الأفخاذ والصدور والظهور ولربما ضرب الأكتاف وضرب العجز تشبها بهم. ولربما آل الأمر إلى التشبه بهم بحمل صورهم وأسمائهم وصليبهم على الصدور وعلى الظهور، بل بلغ ببعض الناس أن حمل الصليب على ناصيته، أن حمل الصليب على موضع سجوده لله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبلغ حال المسلمين إلى التشبه بهؤلاء القوم الذين قال الله في حقائقهم ما تعلمون، إلى أن توسع المسلمون إلى التشبه بهؤلاء المغضوب عليهم والضالين في أعيادهم وأعراسهم ومآكلهم ومشاربهم وقصاتهم ورقاصاتهم وغنائهم وأحوالهم، حتى تشبه جماهير المسلمين بجماهير الكافرين في طبولهم ومزاميرهم وراياتهم وتلوينهم وصفيرهم وصفيقهم وأحوالهم وما هم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في صحيح الجامع والصحيحة: من تشبه بقوم فهو منهم، أي من عدادهم. وقال: ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. ومن مفاسد ومضار وآثار وأخطار كأس العالم وكرة القدم أنه صار صادا، أن هذه الفتنة صارت صادة عن ذكر الله وعن الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة، فضيع كثير من المسلمين من لعاب ومشاهدين
حاضرين أو غائبين، الصلوات واتبعوا الشهوات، فمنهم من عطلها بالكلية، ومنهم من ضيع بعضها، ومنهم من أخرها عن الجماعات، بل منهم من ترك الجمعة فلا جمعة ولا جماعة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. وقال تعالى: رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعند الإمام أحمد بسند حسن بمجمع طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وعند البخاري من حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أبطلت المساجد وامتلأت المقاهي والنوادي والشوارع والمجامع. بل وصل الحال إلى استعداد قوم من أصحاب الشركات أو الثروات أن ينصبوا شاشات ورايات لحضور تلك المباريات، وقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم ذلك لما يترتب عليه من مضار ذكرتها لكم، ويأتي بقية تلك المضار. وعلى هذا تأملوا رحمكم الله كيف صدت فتنة كأس العالم وكرة القدم عن الصلاة وصدت عن ذكر الله، فأصبحت مجالس المسلمين الصغار والكبار والرجال والنساء في الليل والنهار شغلهم الشاغل وحديثهم الطائل وفرحهم وحزنهم لتلك المباريات. بل وصل الحال أن يبكي رجال ونساء، تبكي نساء المسلمين على أن الفريق لم ينتصر، ويبكي الرجال وهذا واقع سلوا عنه. وبلغ الحال أن عجت البيوت وضجت البيوت بتلك الفتن بصور اللاعبين وأسمائهم ولعبهم في بيوت المسلمين. الله وإسلاماه، الله وغيرتاه، الله وعرضاه، الله وحريماه. يا نعاي العرب، يا نعاي العرب، عدول عن الكتاب والسنة والآية والحديث، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين خير له من ناقتين. وعادلوا إلى مجاس الله. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن مفاسد وأضرار وآثار وأخطار فتنة كأس العالم وكرة القدم أنها أوقدت وأشعلت وأضرمت بين الناس العداوة والبغضاء والفرقة والشحناء بين اللاعبين ومشجعيهم وأنصارهم ومن تولاهم، ففرقتهم تلك الفرق فرقا، وفر بعضهم من بعض فرقا، وتعصبوا وتحزبوا وتراجموا وتساببوا وتضاربوا وتلاطموا وتلاعنوا وفعلوا ما فعلوا من الغمز واللمز، بل حرقوا واعتدوا وتباغضوا وتقاطعوا وتدابروا وأشغلوا وأعملوا وملأوا وسائل التواصل بأخبار تلك المباريات والنصر وغيره. بل أتوا بإحصائيات أن عدد القتلى في مجموع مباريات حالية وماضية بلغوا المئات، وعدد الجرحى بلغوا الألوف. وهذا مناقض لما دعت إليه الشريعة من الألفة والمحبة. ومن المفاسد والأضرار والآثار والأخطار لفتنة كأس العالم وكرة القدم كشف الأخفاد والعورات. فقد جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة
واللاعبون يكشفون أفخاذهم، والبلية أعظم إن كانت اللاعبات من النساء، إن كانت اللاعبات من النساء. ولربما سلطت بعض الكاميرات التصوير على العورات بقصد تلك الفتنة، فمن ينظر لنفسه أو لبناته أو لأهل وحريمه أن تشاهد معه المباريات في داخل ذلك المنزل، فلربما تضاب الرجل مع زوجته ومع أولاده، كل مع فريق وكل على حال، وإلى الله المشتكى مما جرى في أوساط بيوت المسلمين. وهكذا من مفاسد وأضرار وآثار وأخطار فتنة كأس العالم وكرة القدم اختلاط الرجال مع النساء في المدرجات والممرات وعند الدخول والخروج، ومن ترحل من النساء إلى أماكن إقامة تلك المباريات أواه فكم يحصل من نظرات ولقاءات وإنشاء علاقات، فلا تسل عن مفاسد ذلك الاختلاط. ومن مفاسد ذلك وأضراره وآثاره وأخطاره ما حل في أوساط المسلمين من التشبه بالأعاجم بالآلات والمعازف والطبول والمزامير والأغاني والرقصات والهيئات والحالات والبالات، إلى جانب ما جاء من الوعيد في شأن من كانوا على تلك الأحوال من الخسف والقذف والمسخ. فلا تسل حتى في ملاعب أبناء المسلمين على هذا الحال يتشبهون بالمزامير، وسل عن هذا المشجع وعن هذا المذيع وعن هذا المعلق ماذا يقول. ومن المفاسد والأضرار والآثار والأخطار ما يحصل من وراء فتنة كأس العالم وكرة القدم أيضا عامة وخاصة من أضرار بدنية نهت عن الشريعة، ناتج عن التصادم والصدام وعن تداخل الأقدام وعن تدافع الأجسام، ولربما أراد الانتقام من كسور أو رضوض أو تمزق في أعصاب أو عضلات، بل بعضهم وصل حاله إلى ارتجاج في الدماغ وسيلان للدماء وحصول الإغماء مع الإسعافات والإتلافات والحالات الخطافات، إسعاف وإتلاف وموت الخطاف، إلى جانب ما فيها من أضرار. قد يستخدم بعض اللاعبين السحر إلى جانب أضرار تغرير أبناء المسلمين وأجيال المسلمين لينشأ لاعبا لا عالما، لينشأ لاعبا لا صاحب سنة، لينشأ لاعبا لا فقيها، لينشأ لاعبا ولربما افتتن بعضهم ببيع اللاعبين. يا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفي بيوتكم. ما الذي يريد أن يموت على تلك الحالة؟ من يسر أن يموت على تلك الحالة وهو يشاهد تلك الملاعب غافلا عن الله؟ تأتيه السكرات، يبعث العبد على ما مات عليه ويقومون على مثل جيفة حمار، فكيف إذا كان يحضر ذلك ممن لا خلق لهم من أمة الغضب والضلال؟ وها هنا